الحقوني عشان طلعت قلت اللي فيه شقق دعاره وفي دولاب مخدرات معمول في اسماعيليه، واللي هم كانوا عايزين يخلوني ان انا اكون شريك معاهم في شقق الدعاره وفي دولاب المخدرات، وادخل معاهم شريك وامسك شقق الدعاره اللي في اكتوبر، وكانوا جايبيني داعمه من بره عشان اشتغل في شقق الدعاره، وانا رفضت بكل ده يا حبايبي. والله رفضت عشان انا عايز اعيش، انا يتيم ماليش حد يسال عني. لو حصل لي حاجه ذنبي في رقبتكم الحقوني. معاهم في شقق الدعاره وفي وامسك دولاب مخدرات في اسماعيليه، بيطلعوا عليا اللي هم ماسكين عليا شيكات، واللي انا ماضي على شيكات تليفون ايفون، وده ما حصلش. بلاغ للنائب العام حضرتك عشان طلعت قلت اللي سامح وعماد وجوده شغالين في شقق دعاره وفاتحين دولاب مخدرات في اسماعيليه، طالعين بيهددوا، وفي دولاب مخدرات مفتوح في اسماعيليه. عماد الملحد وجوده ابتزازهم اللي كانوا جايبيني داعمه من بره مصر تدعم عشان الفلوس، ويشغلوني انا في شقق دعاره ويمسكوني ويدخلوني شريك معاهم في البلاوي السودا دي، عشان الناس تعرف حقيقتكم، والناس اللي بتقعد على اللايف عندكم وبتشير لكم وبتكبس لكم وكده تعرفكم ان انتوا كنتوا بتحرضوني ان انا اقعد في المنصه عندكم واشتم واغلط ولما الناس جه عشان تقول الصراحه كلكم طلعتوا عشان تكذبوا الراي العام. الناس اللي كلها اللي بتقول جوده صح يجوا هنا عشان اوريكم جروب ابو العربي. تعالوا هنا عشان انتوا كنتوا عايزين دليل بكل اللي بيحصل، اطلع لكم الدليل دلوقتي. عايز كل الناس تيجي تشوف الاسكرينات اللي بيني انا وجوده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا شباب، ده مين؟ ده مين يا شباب؟ والمسؤولين وكل الناس اللي بيتهموني ان انا السبب في كل اللي بيحصل. اولا انا جوده صبري ده كان بيسلطني على كل حاجه، وهنزل لكم الاثبات والمستندات اللي هو كان بيسلطني على اميره وشنب وجروب ابو العربي اللي هو بيقول عليه جروب ام احمد والكلام ده كله. هنزل لكم السكرينات وهنزل لكم كل حاجه دلوقتي، وعايز اشوف رد الناس ورد المحامين المنافقين اللي ما بيقولوش كلمه الحق، ورد الناس اللي ما بيقولوش كلمه الحق، ورد المتابعين اللي ما يعرفوش الحقائق اللي طالعين النظام بس يعرضوا في الابلكيشن. استنوا بس استنوا. كل المحامين والمسؤولين وكل الناس اللي بصوا هنا، بصوا هنا، بصوا هنا. هنا ايه؟ هنا ايه؟ اهو بص، اكيد انا عملت اللي عليا. وريتكم سكرينات جوده كلها، وريتكم المحادثات بتاعتي انا وجوده كلها، وتسليطه على ان انا اطلع اشتم شنب في رمضان، وتسليطه ان انا اشتم جروب ابو العربي. كل ده موجود وبالدلايل. عايز بقى اشوفكم انتوا ردكم ايه، وعايز اشوفكم انتوا هتقعدوا عند الناس دي تاني. اكيد الحقائق كلها بانت والدلايل بانت، واللي هيطلع يتكلم اطلعوا اقعدوا بقى عند الناس دي تاني. يلا يلا اطلعوا اقعدوا في المنصات دي تاني، وبينوا نفسكم وبينوا وضعكم وبينوا ان انتوا خايفين على البلد. قعدت اقول لك يا جوده ما تجيش معايا انا بالذات، مستنداتك عندي. تقول لي طلع لي. انت كنت فاكر ان انا هخاف ان انا اطلع اللي انت كنت بتتفق معايا ان انا اطلع اشتم؟ مش خايف. الناس كلها عادي يعني فاهم لما تشوف المحادثات. انا ما غلطتش في حاجه، انا ما غلطتش في حاجه وما عملتش اي حاجه غلط. انتوا اللي كنتوا بتخلوني اعمل كده.